الأخبار الموجزة ليوم الاثنين. نتيجة لجهود إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية لإمارة أفغانستان الإسلامية، استأنفت سفارة جمهورية الصين الشعبية في كابول إصدار التأشيرات اعتبارا من 3 مايو من هذا العام. تم افتتاح مستشفى بمقاطعة هلمند بسعة 100 سرير لعلاج فيروس كورونا. يقول مسؤول إدارة الصحة العامة بمقاطعة هلمند إن هذا المستشفى شيده بنك التنمية الآسيوي بتكلفة $1,000,000 أمريكي. أشاد وزير الإعلام والثقافة الملا خير الله خيرخوا في لقاء مع مدير الإعلام والثقافة في مقاطعة بامیان المولوي سيف الرحمن محمدي بأعمال هذه الدائرة، وقدم التوصيات اللازمة لتحسينها. بناء على قرار اللجنة الاقتصادية، ستبدأ الأعمال التمهيدية لمشروع السكة الحديد بين مزار الشريف وهرات وقندهار في المستقبل القريب. ناقش رئيس المكتب السياسي للإمارة الإسلامية في قطر سهيل شاهين الوضع الحالي في الدولة والتفاعل الإيجابي مع الإمارة الإسلامية والترابط الإقليمي وأهمية التجارة في لقاء مع الممثل الصيني الخاص لأفغانستان. أحال الهلال الأحمر الأفغاني يوم الأحد 15 طفلا آخرين يعانون من أمراض القلب إلى المستشفى الداخلي في العاصمة كابول لتلقي العلاج والعمليات الجراحية. يقول المدير التنفيذي لجمعية مصانع طحن الحديد: تعمل حاليا 42 مطحنة حديد في أفغانستان، ووفرت فرص عمل ل20,000 شخص.